على التلة الصغيرة المقابلة للقرية، والتي بني عليها مدرسة من الإسمنت لأجل تلاميذ القرية، بعد أن تهاوت المدرسة القديمة المبنية من الطين، جلس أبو حسن على صخرة يحيط به العشب من كل جانب، يلف سيجارة التبغ الرديئة ويتأمل بيوت القرية، ويتأمل جاره العجوز وهو يسرح بأغنامه بعيدا، وجارته التي تقف أمام التنور تخبز وتوبخ أولاد القرية الذين يلعبون بالكرة في ساحتها، فتذهب كرتهم لبيت التنور القريب من الساحة، فيتوجه بعينيه إلى قطعة أرضه المزروعة بالقمح، والتي تقع شمال القرية، حيث الزرع يئن من العطش، ويجعل من الناظر إليه يشفق لحالته وينبئ بموسم سيء. يسحب أبو حسن نفسا عميقا، ينظر إلى بيته فيرى ابنته المريضة تسقي أشجار الزيتون، يثبت نظره عليها فتنخر روحه بالحزن أكثر وأكثر، ويبدأ ببث همومه لنفسه: أخاف يا بنيتي أن تشقي أكثر بعد وفاتي، وأخاف ألا يهتم بك أخوتك، فلولاك ولولا أختك الصغيرة وخوفي من الله لأنهيت حياتي البائسة هذه. فبعد أن كان لي دكان في أرقى شارع بمدينة الحسكة، وعقاران بالدرباسية، وسيارة، أصبحت أجهد نفسي لأشتري هذا التبغ البائس. وأخواتك المتزوجات لا أستطيع كالآباء أن أساعدهن إن تعرضن لضائقة مالية، وإخوتك في المدرسة والمعهد والجامع ليسوا كأصدقائهم، فأحيانا أحتار بثمن دفاترهم، والمستقبل غامض يا بنيتي، ولا أعلم متى ستفرج، ولا أعلم إلى متى يتحمل قلبي هذا الضغط، وروحي خائرة من ضغط الحياة. كم أتمنى أن تموتي قبلي، وإن مت أنا فلك الله. يستغفر ربه، يقوم متوجها إلى البيت، فقد ناداه ابنه الصغير للغداء. بالفعل بعد هذه المحادثة ب9 سنين عجاف يتوفى أبو حسن، وليس في جيبه سوى 45 ليرة سورية. في اليوم التالي لقرارها ذهبت هيلين إلى الكلية وهي مصممة أن تبوح لجوان بحبها، فقد وصلت لمرحلة لم تعد فيها قادرة على كتم ما بقلبها. الحب بذرة تتحول إلى حديقة ورد تفوح بكل ما هو جميل، لكنها لم تجده في ساحة الكلية، ولا في مكتبتها، ولا في المقهى أيضا. توترت كثيرا، فله أمانة عندها وتريد أن تعطيه إياها، وهو بحاجة للأمانة. هكذا هي الحياة، عندما نبحث عن شخص أو شيء نحتاجه فلا نراه. لكنها صادفت صديقه شيار. هيلين: مرحبا شيار. شيار: أهلا هيلين. هيلين: لا أرى جوان معك، ألم يأتي إلى الكلية اليوم؟ شيار: لا، هو في البيت. هيلين: لماذا؟ شيار: مصاب بالزكام. هيلين: عليه العافية، وهل سيأتي غدا؟ شيار: لا أعلم، ولكن إذا أردت سأخبره كي يأتي. هيلين: لا، ولكن سلم عليه وقل له بأني سألت عنه عن إذنك. شيار: تمام، أهلا وسهلا. تمضي هيلين حزينة، لكنها ستنتظر يوما كاملا حتى ترى جوان، فهي تعلم بأنه سيأتي غدا بعد أن يعلم بأنها سألت عنه. ولأن حظها اليوم تعيس، صادفت في طريقها هيفين التي تنتظر مثل هذه اللحظة. هيفين: كيف حالك؟ هيلين: جيدة. هيفين: لا يبدو ذلك. هيلين: كيف لا يبدو ذلك؟ هيفين: يبدو ذلك في عينيك. هيلين: وهل تقرأين العيون؟ هيفين: نعم، أقرأ عيون اللصوص. هيلين: انتبهي لكلامك، وماذا سرقت منك حتى تقولي ذلك؟ هيفين: جوان. هيلين: وهل هو من أملاكك الخاصة؟ هيفين: هو عشقي الوحيد والأبدي، وأنت حرمتني منه. هيلين: وما علاقتي بذلك؟ هيفين: لولاك لأحبني. هيلين: بي وبدوني ما كان ليهتم بك، فأنتما من مدينة واحدة، ولو كان أحبك ما نظر إلى غيرك. هيفين: بل أنت السبب، ولن أدعك تنعمين به كما حرمتني منه. ثم ماذا تريدين منه وأنت أكبر منه؟ ابحثي عن شخص من عمرك.
هيلين لا علاقة لك بذلك، فأنا وجوان نحب بعضنا بعضا. تتوسع حدقتا عيني هيفين غضبا. هيفين ولكنه كان يحب واحدة أخرى ولا يزال يحبها. هيلين نعم كان يحبها وقد أخبرني بكل شيء، أما الآن فأنا متربعة على عرش قلبه ولا فتاة غيري في قلبه أيتها الحسودة. تترك هيلين المكان، تبتعد عن الحقد المنبعث من عيون هيفين. أما هيفين فلم تعد الأرض تتحملها، تحس بأن الكلية بل دمشق كلها تحولت إلى جحيم أسود. تغادر الكلية دون أن تحضر المحاضرة التي جاءت لأجلها. حدث كل ذلك وجوان في فراشه، لأن البرد نال منه بعد أن تأخر البارحة حتى المساء في ساحة الدار، وهو يفكر بلقائه مع هيلين، ويأتي شيار ليجلب له الدفء. شيار: جوان خذ كأسا من الزهورات لا زال ساخنا. شيار: لا أرضى بذلك. جوان: قل ما لديك، فدماغي لا تتحمل مسحك. شيار: توقع من سأل عنك اليوم. جوان: من؟ شيار: أنا أسألك. جوان: رئيس الجامعة. يضحك شيار: شيار بل رئيس أمريكا. جوان: يكفي شيار، انطق بهذه الجوهرة. شيار: هيلين. جوان: ماذا؟ يجلس جوان وقد نسي البرد، فكلام شيار أوقد النشاط فيه. شيار: نعم وتسلم عليك، وسألت إذا ما كنت ستذهب غدا إلى الكلية. جوان: لأجلها سأذهب إلى الموت. شوارعها عريضة، على الكثير من أرصفتها تتدلى أزهار الياسمين. شعبها طيب وخدوم. دمشق مدينة استثنائية، وتصبح أكثر جمالا عندما يكون للمرء حبيبة فيها، وهي اليوم عند جوان أجمل، فهيلين تنتظره وقد سألت عنه البارحة، ويتوقع أن تكون في انتظاره عند باب الكلية. توجه مسرعا نحو باب الكلية، وكما توقع كانت واقفة تجول بعينيها باحثة عنه، وحين رأته لم تنتظر حتى يسلم عليها. هيلين: كيف أصبحت؟ جوان: الحمد لله أفضل من البارحة. هيلين: دعنا نمشي. جوان: هيا. هيلين: أعتذر عما بدل مني في لقائنا الأخير. جوان: ليست مشكلة، بناء على رغبتك قلت لك كل ما يتعلق بي. هيلين: لأجل ذلك أحترمك أكثر. جوان: لكنك لم تحدثيني عن نفسك. هيلين: حياتي ليست كحياتك، فأنت تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة تجعلك تحس بمرارة الحياة وحلاوتها، أما أنا فالروتين يأكل حياتي. كانت من البيت إلى المدرسة، والآن من المدينة إلى الكلية. لدي أخوان ولا أخوات، أبي صائغ ذهب، لم أعاني الحرمان يوما، ومع ذلك أحسدك في حياتك. يضحك جوان ويضرب كفه اليمين بكفه اليسار. جوان: وعلى ماذا تحسدينني؟ على القصر الذي أملكه أم السيارة؟ هيلين: أحسدك على البؤس الذي يجعلك تبدع. جوان: الحمد لله على البؤس الذي أصبح سببا أحسد عليه. هيلين: أنا لا أمزح بل أقول الحقيقة، لأن الروتين يقتل الروح. جوان: أصدقك، ولكن ألم تمر بتجربة حب في حياتك؟ هيلين: لا. جوان: كل هذا الجمال ولم تمر بعلاقة حب؟ وماذا بالنسبة للشباب؟ ألم يحبك أحد؟ هيلين: نعم، ولكن لم أكن أعطي المجال لأحد. يتذكر جوان كلام سامي عنها بأنها لا تعطي المجال لأحد ولا تهتم بالشباب، إنها فتاة فولاذية. جوان: وكيف تركتني أكلمك؟ هيلين: لا أعلم، ولكن عندما جلسنا مع بعضنا في المكتبة لأشرح لك محاضرة ارتحت لكلامك، وبعد ذلك أصبحت أنقاد إليك انقيادا لا إراديا. جوان: للعلم قصة شرح المحاضرة كانت حجة لألتقي بك. هيلين: أعرف، وقصة انطلاقك اليوم من أمام المدينة أيضا حجة. جوان: وكيف تعرفين ذلك؟ هيلين: إحساس المرأة لا يخونها. جوان: إذا كنت تعلمين. هيلين: نعم، وكنت أسايرك بدون إرادتي. يوشك جوان ليقول لها: إذا أنت أيضا تحبينني، ولكنه يمسك نفسه. جوان: جميل. هيلين: على فكرة البارحة هيفين كلمتني. جوان: وماذا كانت تريد تلك المجرمة؟ هيلين: تقول بأنني سرقتك منها. جوان:
وهل أنا من بقية أملاكها؟ هيلين: اتركها تحترق بحقدها ودعني نمشي، ستبدأ محاضرتي. يمشي الاثنان، وقبل وصولهما إلى قاعة المحاضرات: هيلين: أحبك. جوان: ماذا؟ هيلين: كما سمعت. جوان: لا، لم أسمع أبدا، أعيدي ما قلته، فقد نطقت بشيء جميل وكنت أظنه حلما. هيلين: أحبك يا جوان. جوان: يا قوة السماء. تضحك هيلين وتقول: ما الذي حدث؟ جوان: سأنتحر. هيلين: سلامتك، ولماذا تنتحر؟ جوان: لأن الموت بعد كلامك هذا يصير جميلا. هيلين: بل الحياة هي التي تصير جميلة، فالبذرة التي زرعتها في قلبي كبرت وأنبتت ورودا. جوان: أنت الورد، أيا حديقة الورود. هيلين: وأنت حدائق من الأمل. جوان: كأنني أحلم. هيلين: بل أنت حلمي، وأنت من جعلني أتغلب على جبني، وحبي لك ليس وليد هذه اللحظة، فعندما كنت في ديريك رفضت الزواج من ابن عمي لأجلك. جوان: لأجلي؟ هيلين: نعم لأجلك، سأرفض كل الرجال لأجلك، فوحدك تملك قلبي، ووحدك تتربع على عرشه. جوان: وأنت ملكة ممالك الحب. هيلين: أنت أميري الجميل. جوان: قلت لك سأنتحر. تضحك هيلين. هيلين: لا، لا تنتحر، رح لمحاضرتك ودعني لمحاضرتي، إلى اللقاء. جوان: سأنتظرك في مقهى الكلية. هيلين: نعم، يجب أن نجلس معا، لأنني سأغيب عن الجامعة عدة أيام. جوان: لماذا؟ هيلين: سأخبرك عندما أعود. جوان: تمام، نلتقي. في مقهى الكلية ومع صديقيه الحميمين السيجارة وكأس الشاي، يشرد جوان لينسج أحلاما وردية تخص علاقته مع هيلين، فغدا سيتخرج من الجامعة وتكون هيلين قد أنهت الدراسات، وسيطلب يدها من والدها، ويسكنان مدينة دمشق، فهذا أفضل كما يقول لنفسه، لأن المستقبل في العاصمة، ولكن أمامه خدمة العلم وهو عائق كبير. فما العمل؟ يجاوب نفسه: سأؤجل سوقي حتى أجد حلا لهذه المشكلة، فأنا أكره الجيش ولن أخدمه. لا يعلم جوان بأن كل الطرق ستغلق أمامه، وسيخدم في القوات الخاصة مستقبلا. أما بالنسبة لاختلاف الدين فكل منا يبقى على دينه، فكلاهما من عند الله. هيلين: جوان: أهلا. هيلين: من أخذ عقلك؟ جوان: ومن غيرك؟ يجلس الاثنان بعد أن وقف جوان لمجيء هيلين وطلب لهما عصيرا حسب رغبتها. جوان: قلت بأنك ستغيبين عن الجامعة لعدة أيام، فما السبب؟ هيلين: غدا سيصل أبي وأمي وسأكون معهما. جوان: خير إن شاء الله. هيلين: أمي لديها مراجعة عند الطبيب، إنها تعاني التهاب المفاصل. جوان: سلامتها، وأين سيقيمان؟ هيلين: في الفندق. جوان: وكم يوما سيبقيان؟ هيلين: يومين أو 3 أيام. جوان: وكيف ستمضي هذه الأيام بدونك؟ هيلين: وأنا كيف سأتحمل بعدك في هذه الأيام؟ جوان: هل تدرين؟ هيلين: ماذا؟ جوان: عندما أقول لك أحبك أحس بأنني لا أعطي حبي لك حقه. هيلين: وكيف ذلك؟ جوان: لأن كلمة أحبك من 4 أحرف فقط، وأنا أحبك بكل أحرف لغات العالم. هيلين: الله، أنت شاعر. جوان: لا نهر بدون نبع، وأنت النبع. هيلين: أنا سعيدة يا جوان، لأنني كنت أبحث عن ضالتي وقد وجدتها. جوان: وما كانت ضالتك؟ هيلين: أنت. يمد يده إلى الطاولة ينتظر أن تفعل مثله، وبيد وقلب يرتجفان تمد يدها لتتشابك مع يده. جوان: أحس بأن الجوامع والكنائس تتوحد على هذه الطاولة. هيلين: قلبي ينبض بقوة وكل جسمي يرتجف يا جوان. جوان: إنه العشق سيدتي. هيلين:
لم أحس بذلك في حياتي. جوان لأنني الحب الأول في حياتك. هيلين والأخير. جوان أحبك. هيلين وأنا أيضا، ولكنني الثانية في حياتك. جوان عدنا إلى نفس الحديث. هيلين لا لن نعود إليه، ولكن كم تحبني. جوان بقدر رحمة الله، بقدر نور الشمس الذي لا يغيب عن قسم من الكرة الأرضية حتى يشرق على القسم الآخر. هيلين لا أستطيع مجاراتك في التعبير. جوان ولكن قولي أي شيء، أي شيء. هيلين ماذا أقول؟ جوان قولي أحبك يا جوان. هيلين قلتها قبل ساعتين. جوان وكأنها سنتان أريد سماعها الآن كي تفرح روحي. هيلين أحبك يا جوان، بل أعشقك. جوان يا قوة السماء، كم تهزني هذه الجملة وكم تمنحني القوة. هيلين وما مصير حبنا؟ جوان الحب كالحرب، نعلم بأننا ندخلها ولكن لا نعلم نتائجها. دعينا نعش الحب ولا تفكري بشيء يعكر نقاء هذا الحب. هيلين معك حق التفكير بالمشاكل المستقبلية يفقد الحاضر جماله. جوان إذا دعينا نعلن حبنا للربيع. تضحك هيلين وتقول وكيف ستعلن؟ هل ستحمل مكبرا للصوت؟ جوان لو تقبلين سأقف وأصرخ بأعلى صوتي معلنا حبي لك. هيلين هل جننت؟ جوان نعم جننت بك. هيلين هل تريد أن تموت هيفين قهرا؟ جوان لتمت وما علاقتي بها. هيلين يجب أن أذهب يا صديق الربيع. جوان انتظري قليلا. هيلين لقد تأخرت وأنت أيضا يجب أن تدرس، لذلك دعنا نذهب. جوان صدقت، هيا بنا. يمضي الاثنان في طريقهما عصفورين منتشيين بالحب، وكل واحد منهما يشعر بأن روحا أضيفت لروحه. يهمس كم هو جميل أن تجتمع روحان في جسد واحد. يصل جوان الغرفة ويبدأ بترتيبها وتنظيفها وكأن العيد قادم، ويحضر إبريق الشاي، فيسمع صوت الباب يفتح. إنه أخوه أحمد قادم من العمل. جوان أتيت باكرا؟ أحمد انتهى دوامي. جوان وكيف هي أختك؟ أحمد لا أعلم. جوان ألم تذهب لزيارتها؟ أحمد لا. جوان ألم أقل لك بأنها مريضة ويجب أن تزورها؟ أحمد لقد نسيت ولم أعد أجمع شيئا. جوان هل تؤلمك حوالبك الصوتية؟ أحمد لا. جوان إذا ما قصتك تنسى كثيرا؟ فلم تكن كذلك، فقد كان صديق أبي في السجن يقول كلما زارنا أحمد كان يزودنا بأخبار الخارج كلها الصغيرة والكبيرة، فكنا نحس بأننا لسنا سجناء. أحمد هذا في الماضي. جوان يطلق ضحكة استهزاء ويقول منذ سنة فقط خرج أبي من السجن. أنت تتحدث وكأنك صرت في 60 من العمر. تكلم، ما قصتك؟ أحمد مالفا. جوان ألم تنسها بعد؟ لقد تم خطبتها وستتزوج قريبا. أحمد هل نسيت سيماف؟ يصمت جوان وتتراءى سيماف أمام عينيه قائلة له في تلك الغربة المكتظة بالسواد والسواد سيغدو اسمي عزاء وجرسا لحبيب عشقته وآلفته، فلا تنسني أيها الحبيب، وإن نسيتني فتذكر أي شارع من شوارع درباسية كنا نمشي فيه والمطر يتساقط علينا بحنان، وإن نسيتني للمرة الثانية تذكر أي قصيدة عشق كتبتها أو قرأتها لي، وإن نسيتني للمرة الثالثة وتلك تكون النهاية فستجلبني إليك ذاكرة النسيان. لا تحمل ذاكرة النسيان أعباء تعجز عن حملها. انظر فالجميع من حولك يذكرونك بي وأنت تتهرب مني. جوان لا حول ولا قوة إلا بالله، لا دخل لك بي، تكلم عن نفسك. أحمد لم يعد رأسي يتحمل التفكير كثيرا. جوان ولكن رأسك طويلة ويجب أن تتحمل الكثير. أحمد إن تكلمت باستهزاء فلن أكمل. جوان لا أكمل، سأصمت. أحمد أتعب كثيرا في العمل والمردود قليل، وأفكر بمصروفك ودراستك
وأفكر بحبيبتي المخطوبة، وكنت أظن بأنني سأعمل وسأجمع مهرها، ولكن تسري الرياح بعكس السفن وتغرقها في البحر، وأراها أمام عيني وهي ليست لي. جوان، ولكنك قبل فترة كنت تقول إني أبيع الكلام للفتيات، حينها ظننت بأنك نسيت مالفا. أحمد، لا أحد ينسى نفسه. نعم، أبيع الكلام لغيرها كي أخفف ضغط حبها الجاثم على صدري، ولكن عبثا أحاول إبعادها عن روحي وعقلي. لذلك أنسى كثيرا كنسيان اليوم زيارة أختك. جوان، ولكنك ترهق نفسك بدون فائدة. هل ستسمع مني إن نصحتك؟ أحمد، قل ما لديك. جوان، لن أقول لك انساها لأنه أمر خارج عن إرادتك. أحمد، بالطبع. جوان، دعني أكمل ولا تحرق البصرة. أحمد، أكمل. جوان، عندما تكون في العمل دع كل تفكيرك في العمل الذي تقوم به، وفي وقت الاستراحة أشغل نفسك بالحديث مع أصدقائك وخاصة مع صديقاتك، لأنه لا أحد ينسيك امرأة إلا امرأة. وفي يوم العطلة أخرج من البيت، فدمشق كالحبيبة تفرحك ولا تعكر يومك. أحمد، سأحاول. جوان، حالتك هذه تحرقك وتعيق تفكيرك. أحمد، صحيح. جوان، إذن اشرب الشاي واغسل الإبريق والكاسات وسنذهب إلى دوما. أحمد، لماذا؟ جوان، هل كنا نضرب على الطبل؟ أحمد، تذكرت، تقصد لنزور أختنا؟ جوان، أجل أيها المحترق بنيران التفكير. أحمد، لا أعلم، هل أجد أحدا يشتري تفكيري فأرتاح؟ جوان، اعرضه في سوق الحرامية عند جسر الثورة. أحمد، عدنا للاستهزاء. جوان، لا، اغسل الإبريق والكاسات ودعنا نمشي. كبار السن من أبناء المدن الصغيرة لا يحبون المدن الكبيرة، فالناس في الشوارع كموج البحر، وأزمة السير خانقة، وخاصة إن كانت المدينة هي العاصمة. عدد سكانها نهارا ضعف عددهم ليلا، فسكان ريفها والمدن القريبة منها يتوافدون عليها بكثرة، إضافة إلى القادمين إليها من المحافظات البعيدة لتسيير أعمالهم وتجارتهم أو لمراجعة الأطباء، فمعظم الأطباء الجيدين يسكنون العواصم، ودمشق عاصمة غنية بأطبائها، يأتيها المرضى حتى من العراق، ولكنها لا تروق لأم هيلين التي لا تحب ضجيج المدن الكبيرة، فتشكو ذلك لابنتها. الأم، كلما آتي لدمشق ينقص من عمري سنة. هيلين، لماذا يا أمي؟ الأم، ألم تري كم تعبنا حتى وصلنا لعيادة الطبيب، وكم انتظرنا دورنا؟ وأكثر ما يزعجني إشارات المرور تلك، إذ تتوقف السيارات كل 100 متر. هيلين، هي تبعد عن بعضها أكثر من ذلك، ولأن السيارات كثيرة تشعرين بذلك. الأم، أكثر أو أقل أنا لا أحب هذه المدينة. هيلين، بالعكس، يجب أن تحبيها، ففيها طبيبك، وجيد أنه طمأننا عليك. الأم، لكنه حدد مراجعة لي، يعني سأعود مرة أخرى. هيلين، هذا عمله يا أمي، المهم أن تتحسني ولتستمتعي بالعاصمة. فدمشق يا أمي جوهرة المدن، إنها قديمة قدم التاريخ، آثار الحضارات فيها تحدثك عن عظمتها، وطبيعتها خلابة، ينابيع وياسمين، وكأنها كونت لتكون مدينة الحب يا أمي. الأم، تتحدثين وكأنك تعشقين، فمن هذا الذي أذاب جبالك الجليدية؟ هيلين، أين أبي؟ الأم، في صالة الاستقبال، لديه ضيوف. لماذا تغيرين الموضوع؟ هيلين، لا أغير الموضوع، ولكن لا أحد. الأم، بل يوجد، فأنا أمك، أحس بك وأرى طيور الحب تطوف في عينيك. هيلين، نعم أمي، أنا أحب وأحس بأنني أولد من جديد. الأم، هو معك في الجامعة؟ هيلين، نعم. الأم، من أين؟ هيلين، من الترباسية. الأم، من بيت من؟ هيلين،
هو ليس من البيوت التي تعرفينها. الأم ممن إذن؟ هيلين، أجل أنتم لا تعرفونه. الأم يعني ليس مسيحيا. هيلين لا. الأم، هل جننت؟ وكيف تحبين شخصا ليس من ديننا؟ هيلين، وهل القلوب حواجز أو حدود؟ أليست الأديان تدعو للمحبة؟ الأم، ابنتي لا أعرف، ما أعرفه أن هذا الشخص لا يصلح لك. هيلين، وهل حب شخص من دين آخر يؤذي ديننا؟ الأم، لا، ولكن لا يجوز الخروج من إطار الدين. هو مسلم أليس كذلك؟ هيلين، نعم. الأم، شككت بالموضوع عندما سألتني في البيت إن تقدم لك شخص من دين آخر فهل سنرضى؟ وأنا لا زلت أعاني عشق والدك لتلك المرأة المسلمة، فتأتي أنت لتعشقي مسلما؟ يا لفرحتي. هيلين، وما الضير يا أمي في ذلك؟ هذه الحواجز أنتم من وضعها، وهي تفرق بين المحبين وتتسبب في شقائهم. الأم، هذا أمر يعرفه آباؤنا وأجدادنا، أخبري أباك وسيشرح لك ذلك. هيلين، لن أخبره الآن وأريدك أن تكوني معي. الأم، كيف هيلين أن تقنعي أبي بالموافقة على جوان إن طلب يدي؟ الأم، اسمه جوان؟ هيلين، نعم. الأم، لا دخل لي بكما، أقنعيه أنت. هيلين، ألست ابنتك الوحيدة والمدللة؟ الأم، نعم، وأنت روحي. هيلين، وهل ستلدين طفلة غيري مثلا؟ تضحك الأم وتضم ابنتها. الأم، وهل تثمر الشجرة اليابسة؟ هيلين، إذا يجب أن تفرحي لفرحي، فأنا سعيدة جدا يا أمي، هو نور حياتي، وحياتي بدأت بحبه. الأم، حبيبتي، لا أريدك أن تتعذبي مستقبلا، نحن نعيش في مجتمع ظالم لا يعترف بالقلوب ولا بنبضها، أخاف على عيونك من الدموع. هيلين، هو عيناي ونبض قلبي، ولا أتصور مستقبلي بدونه. الأم، صغيرتي، ستتعذبين وعذابك هو عذابي. هيلين، بدونه سأتعذب، فهل تريدين أن أتعذب؟ الأم، بل أتعذب ليل نهار ولا أراك تتعذبين لحظة. هيلين، إذا كوني معي يا أمي. الأم، الأمر بيد أبيك ليس بيدي، وخاصة أنك رفضت ابن أخي. هيلين، وسأرفض كل الرجال لأجل جوان، كوني معي يا أمي. الأم، أنا معك يا حبيبتي، وليهدنا الرب. هيلين، أحبك يا أمي. الأم، وأنا أحبك صغيرتي. هيلين، إياك أن تخبري أبي بالموضوع. الأم، طبعا لن أخبره، غير الموضوع، جاء أبوك، أسمع صوت سعاله. أمضت هيلين اليوم التالي مع والديها في زيارة مدينة صيدنايا في ريف دمشق، حيث كنيسة السيدة، وهي كنيسة قديمة وكبيرة مبنية فوق الجبل، تقف في ساحتها تتأمل السهول الواسعة أمامها، وهي سعيدة، فقد كسبت والدتها إلى جانب حبها الممنوع. وقبيل المساء عادوا إلى الفندق لتجهز هيلين حقائبهما لينطلقوا إلى جراجات العباسيين، فوالدتها لم ترضى أن تبقى يوما آخر في هذه المدينة المزعجة حسب قولها. أما جوان فقد أمضى اليومين بصعوبة بعيدا عنها، وكان يشغل نفسه بالدراسة، لم يذهب إلى الكلية، فذهابه كان لأجل هيلين وجلب المحاضرات، وشيار لا يقصر معه في جلب المحاضرات، وفي الوقت نفسه يحثه على الحضور ويسأله عن السبب في حال الغياب. جوان، وكأنك لا تعرف وضعي. شيار، ولكن أجرة الباص ليست غالية. جوان، ذهابا وإيابا والدوام الطويل، عليك أن تشرب شيئا، حينها تصبح تكلفة الدوام عالية وراتب أحمد قليل. ثم ما بك يا شيار؟ تنكئ جروحي وهي أصلا لا تندمل. شيار، سلامتك صديقي، فوضعي ليس أفضل من وضعك بكثير. في هذا الشهر اقترض والدي مبلغا وبعث لي مصروف الشهر، إلا أن الشيء الجيد أني لا أدخن. جوان، أتعلم أن مصروفي لم يزد عن الأيام السابقة أي قبل التدخين؟ شيار، المدن الكبيرة لا ترحم، كالحوت تبتلع أمثالنا. جوان، الكل يبتلعنا. شيار، يا رجل، كم أكره نفسي عندما أرى الطلاب من أولاد الأغنياء.
جوان: أنا أكثر، لأن تفكيرهم سطحي ولا علاقة لهم بالدراسة، وخاصة أولاد الضباط. تصور، في امتحانات الفصل الأول وقبل الامتحانات بساعة كنت أراجع بعض المعلومات. دخلت سيارة مرسيدس سوداء إلى حرم الجامعة. قلت لنفسي بأنها لأحد أساتذة الجامعة، كونه ممنوعا على غيرهم إدخال سياراتهم إلى حرم الجامعة. ولكن تصور ماذا رأيت. شيار: ماذا؟ جوان: وقفت السيارة أمامي، فنزلت منها طالبة كانت جالسة في المقعد الخلفي. شيار: ومن كان يقود السيارة؟ جوان: شاب في عمرها، يبدو أنه عسكري لدى والدها. شيار: وهي دخلت للامتحان؟ جوان: أي امتحان يا رجل، هي قبل الامتحان ضمنت النجاح. شيار: هل كانت جميلة؟ جوان: كأنها انعكاس لنور القمر، تلبس كنزة خمرية بدون أكمام، كتفها أبيض كالحرير، وترتدي بنطالا زيتيا قصيرا وقبقابا أحمر بقشاط أصفر. قدماها أنيقتان، لونهما مزيج بين الأبيض والوردي. شيار: وأين كنت أنا؟ جوان: لا أعلم، ربما كنت مع سامي. شيار: أعلم بأن حظي تعيس، هكذا تقول أمي دوما. المهم أكمل. جوان: ذهبت باتجاه مكتبة الكلية، وأنا أنظر إليها تتقاذفني أحاسيس يختلط فيها الإعجاب بالغضب بالأسف على نفسي. قلت حينها: أنا أدرس وهي لا، والمحصلة هي تنجح، أما أنا فالعلم عند الله. لكن الجميل عندما رفعت قدمها إلى أول درج تعثرت وكادت أن تقع، لقد أصبتها بالعين. شيار: وماذا جرى بعد ذلك؟ جوان: ذهبت إلى المكتبة لتعود بعد دقائق ومعها صديقها، وجلسا في السيارة يشربان العصير. شيار والسائق. جوان خرج من السيارة وجلس على بعد عدة أمتار منهما. شيار: وماذا فعلت هي وصديقها؟ جوان: ما بك مهتم؟ شيار: كنت أود لو كنت معك، وعهدا في امتحانات الفصل الثاني سأجلس في المكان نفسه. جوان: لماذا؟ شيار: ربما تأتي مرة أخرى، وستأتي بثياب أخرى، لأنها كما تقول كانت تلبس القصير، والطقس حينها كان باردا، فماذا ستلبس عندما يأتي الصيف؟ جوان: تلبس جلدها. شيار: حينها سأقوم بانتفاضة ولتسقط الامتحانات. يضحك الاثنان معا. جوان: ما بك، لقد اندمجت كثيرا. شيار: وكيف لا أندمج وأنت وصفتها بهذا الوصف الرائع وتجعل من القبيح جميلا، والأكيد أنها جميلة. جوان: بالفعل كانت جميلة. شيار: سأبحث عن صاحبة السيارة السوداء غدا. جوان: أنا سأبحث عن عصفورتي. شيار: وهل عاد والداها إلى الجزيرة؟ جوان: لا أعلم، لقد مضى يومين، وسأذهب إلى الجامعة غدا، ربما تأتي. شيار: وما أخبار هيفين؟ جوان: ربما استسلمت. شيار: هيفين لا تستسلم، هي عنيدة أعرفها جيدا. جوان: وماذا يعني ذلك؟ شيار: كن حذرا منها، فأنا أراها حزينة دوما ولا تكلم أحدا إلا قليلا. جوان: لتفعل ما تريد، فهي لا تستطيع أن تؤثر على حبنا. شيار: لا تستهن بامرأة جرحت في قلبها. جوان: هي تريدني أن أحبها رغما عني. شيار: أهملها ودعنا نحضر العشاء. جوان: وهذا أفضل شيء.